وللحديث أكثر عن هذه المباراة ينضم إلي في الاستوديو هنا خالد الغندور اللاعب السابق. أهلا بك كابتن خالد. ومن العاصمة التونسية معنا من هناك مباشرة المدرب التونسي المهدي بن عبيد، ومن العاصمة الأردنية عمان الكابتن السابق اللاعب الدولي السابق حسون الشيخ. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك كابتن مهدي بن عبيد، يعني هل تعامل المدرب فوزي البنزرتي في هذه المباراة كما يجب، أم أنه تفوق عليه كثيرا المدرب نيبوشا؟ اولا مبروك للترجي فوز بالبطوله العربيه يعني في هذه المشاركه، وهارد لك الفريق الفيصلي الفريق المميز في هذه الدوره. بالامانه تقريبا مباراه الواقعيه، مباراه العقلانيه، يعني كثير من الجوانب الواقعيه صبت في هذه المباراه من طرف المدرب الكابتن القدير فوزي البنزرتي. عرف من اين تاكل الكتف كما يقول المثل، وتعامل مع كل كبيره وصغيره يعني باحترافيه ومهنيه كبيره، لا لشيء لانه يدرك تمام الادراك انه يواجه فريق متمرس، فريق مفاجاه الدوره، فريق يعني متوازن في خطوطه الثلاثه، دفاع ووسط وهجوم، وفريق يعني اشاد الجميع بحضوره في هذه المشاركه وحقق نتائج ايجابيه. البدايه كانت ضاغطه منذ البدايه، لم يعطي فرصه لفريق الفيصلي بان يكون هو المبادر. شاهدنا فريق الترجي رغم انه تنقصه مباراه على يعني راحه عكس فريق الاردني الذي يميز بمباراه ازيد، يعني وزاد على ذلك لعب مباراه 120 دقيقه مع الفتح الرباطي، لكن مفاجأة كانت أن فريق الترجي هو الذي بدأ بالهجوم، هو الذي بدأ ضاغطا، وهي طريقة محبذة يعني في مسيرة هذا المدرب التدريبية. يبدأ ضاغط من الأطراف، من الوسط، من العمق الهجومي، محاولات يعني في العرضيات، مساندة خلفية من الظهير الأيمن والظهير الأيسر، خصوصا الإضافة كانت اليوم واضحة وصريحة مع عودة إيهاب المباركي الذي غاب عن مباراة النصف النهائي. اليوم هذا اللاعب أعطى حلول كثيرة على الجهة اليمنى للمدرب، وسهل كثيرا طريقة لعب وأسلوب لعب الترجي منذ البداية. للأمانة باختصار شديد يعني المدرب عرف كيف يبدأ المباراة يعني كأحسن ما يكون منذ الشوط الأول، رغم أنه الفريق لم يوفق لم يسجل أهداف في الشوط الأول، لكن كانت طريقة إيجابية حتى يرهب بها الفريق المنافس. جميل. وبالتالي يحد من خطورته ويتفوق عليه تكتيكيا ونفسيا. نعم. كابتن حسون الشيخ من العاصمة الأردنية عمان، يعني كيف استقبلت شباك الأردن أو شباك الفيصلي الأردني هدفين في بداية الشوط الثاني، ومن ثم نجح الفريق الأردني بمعادلة النتيجة يعني قبل لحظات من نهاية الشوط؟ كيف نجح بذلك نيبوشا؟ يعني بداية اسمح لي. نعم بداية خليني أمسي عليك وأمسي على الكابتن خالد وعلى ضيفك من تونس يعني، وبارك لنادي الترجي حصوله على لقب البطولة. في المقابل احنا في النادي الفيصلي كأردنيين بنبارك لأنفسنا وبنبارك للنادي الفيصلي وبنبارك لكل الأردنيين هذا الإنجاز الكبير اللي تحقق اليوم يعني فعلا، ويكفينا فخر انه كان اول من هنأ النادي الفيصلي وهنأ اللاعبين على جهودهم الجبارة كان جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني الله يطول عمره، وعبر حسابه على تويتر. يعني لا شك انه تكون مهزوم بهدفين ومن ثم تعود للمباراة، فهذا اكبر دليل واكبر خلينا نقول واقعي انه انت بتمتلك جهاز فني على مستوى عالي، بتمتلك لاعبين على مستوى عالي. اللاعبين اثبتوا للعالم كله، اثبتوا كانوا قدوة إلي انا شخصيا، كانوا قدوة لكثير من الشباب الاردني، كانوا قدوة لكثير حتى من الشباب العربي، رغم الفوارق البدنية الكبيرة الموجودة، رغم الخبرة الواسعة اللي بتكون عند النادي الترجي عن النادي الفيصلي، رغم الفوارق المادية الكبيرة أيضا، إلا أنه شبابنا اليوم أثبتوا للعالم كله أنه فعلا الروح والتحدي والإصرار قادر على أنه تذلل جميع الفوارق هاي. بنقول للاعبين الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا، قدمتوا مباراة كبيرة، كنتوا على قدر المسؤولية، أثبتوا للجميع أنه إحنا في الأردن الفيصلي نادي كبير، نادي عريق، نادي دائما ما كان سباق لأنه يكون حاضر في المناسبات العربية وحاضر في الإنجازات الأردنية، سباق لأنه يكون خير سفير فعلا كما عودنا دائما للكرة الأردنية. اليوم إحنا الحمد لله بنفتخر بفريقنا، وأكيد بكرة راح نستقبلهم استقبال الأبطال، ما راح نقول هزمنا، لأنه اليوم المباراة وحسب الأحداث والأمور اللي شفناها داخل مجريات اللقاء، المباراة سرقت من النادي الفيصلي، وللأسف إننا نتكلم بهذا الكلام، لكن فعلا المباراة سرقت. كان
كان طموحنا أكبر، طموحنا فعلا الحصول على البطولة العربية، لكن هذا حال كرة القدم والأخطاء دائما موجودة، وإحنا راح نتقبل جميع القرارات أكيد في النهاية. صحيح. كلام جيد جدا وإيجابي من كابتن حسونة يعني، ويعكس روح المنافسة العالية بكل تأكيد عند الفيصلي الأردني وأيضا عند كل الفرق التي تخسر. كابتن خالد، اليوم فوزي البنزرتي كان، هل تعامل مع المباراة كما يجب أم أن نبوشة تفوق عليه؟ حتى يعني نتحدث عن مباراة 120 دقيقة. يعني عشان نكون منصفين، الترجي كان أفضل في المباراة دي من الفيصلي الأردني طوال المباراة، وبدليل أن هو تقدم بهدفين، لكن روح لعيبة الفيصلي الأردني استطاعت أنها تعود في آخر ربع ساعة بتعادل مع الترجي، وده شيء صعب جدا مع فريق في قيمة نادي الترجي. فده يحسب لفريق الفيصلي أنه يستطيع أنه هو مغلوب 2-0 لا ينهار نفسيا ولا معنويا ولا بدنيا، في نهاية المباراة يستطيع أنه يحرز هدفين ويتعادل ويجبر الترجي على الوصول طبعا الشوط الإضافي الثالث والرابع. عايز أقول الفيصلي والكابتن حسونة بمسي عليه طبعا، ألف مليون مبروك هذا المستوى الرائع لفريق الفيصلي الأردني. زي ما قال، إمكانيات أقل المادية بدنية، عقود اللاعبين، لكن الروح عوضت كل دوت. نفس القصة كابتن عبيد، بقول له طبعا كابتن طبعا مدرب تونسي المميز، بقول له مبروك فوز الترجي، وطبعا فوزي البنزرتي مدرب قدير وخبير، لكن يعني حزين نوعا ما على الأحداث اللي حصلت في نهاية اللقاء. أقول أكد لك أن ممكن جدا تكون الهدف الثالث تسلل، من هدف من تسلل. عموما التحكيم يا خالد يعني كان مثير، وكان يعني يتسيد الجدل في هذه البطولة. كل فريق استفاد وكل فريق تضرر، لكن أنت أمس قلت أنه ممكن خطأ يكلف فريق مليون و900,000 دولار. بالظبط، هو الفارق بين الجائزه الاولى والثانيه. لكن عايز اقول الكابتن ابراهيم نور الدين صراحه يعني النهارده كان كويس جدا، يعني انا مش شايف يعني حاجه، يعني هو لو في اعتراض يكون على مساعد الحكم، لان مساعد الحكم هو المسؤول عن التسلل في الهدف الثالث. يعني حتى في كرة اللي هي حاول احد لاعيبه الفيصلي الاردني ان هو كرة بيحاول ان هو يضيع الوقت، وكرة فاول للترجي، هو بيحاول يستفز لعيبه الترجي، فواحد من لعيبه الترجي زقه ولعب الكرة. يعني حاجات بتحصل في كرة القدم. لكن اللي انا مستاء منه جدا ما حدث بعد اللقاء، سواء من اداري او بعض لاعبي الفيصلي الاردني. دي بطوله عربيه، احنا كلنا بنشيد بلاعيبه الفيصلي وبادارته وبمدربه، فكنت مش حابب الصوره اللي انا شفتها في نهايه اللقاء. ورغم كل دوت بقول مبروك للفيصلي ومبروك للترجي ومبروك لمصر، وانها نظمت بطوله اعادت روح المنافسه بين الدول العربيه. طيب كابتن مهدي، يعني نقدر نقول ان التبديلات اللي قام بها المدرب البنزرتي سلمت المباراة للفريق الفيصلي الأردني وتمكن من التعادل. التغييرات مثلا إخراج اللاعب اللي سجل الهدفين بقير. شوف، هو كلام كثير يعني حصل بعد الهدفين. هناك من تكلم عن التغييرات لم تكن موافقة ولم تكن إيجابية. نعرف أن قراءة المباراة يعني موضوع حاسم جدا في تحديد النتيجة النهائية، لكن في اعتقادي الشخصي التغييرات كانت عقلانية. السبب الوحيد لقبول الهدفين هو التراجع على المستوى البدني، ولما تتراجع بدنيا تتراجع أيضا على المستوى الذهني، يقل التركيز وتأتي الأخطاء. شاهدنا خطأ الهدف الأول للفريق الأردني جاء من سوء تمركز والتعامل الخاطئ للكرة مع اللاعب المخضرم خليل شمام، يعني مكن الفريق الأردني من العودة في المباراة في مرحلة أولى ثم التعديل. لكن كان مجبر الكابتن، يعني التغيير الأول هو خروج الشعلالي يعني عنده إنذار، وتقريبا المدرب فكر في إخراجه حتى لا ربما يصبح الفريق يلعب بنقص عددي يطرد اللاعب، وأدخل مكانه اللاعب فخر الدين بن يوسف. نعرف هذا اللاعب يعني قوي على المستوى البدني، لاعب مهاجم مشاكس يلعب أدوار مزدوجة أثناء المباريات، وضع هجومي، يعني لاعب قوي جدا على الرواق الأيمن، ولما يفقد الكرة الفريق يكون في حاجة إلى مدافع، إلى لاعب يلعب دور المدافع أمام الباك اليمين أو الباك اليسار. كل هالمواصفات موجودة عند، لكن التغيير كان جيد جدا، وبالتالي يعني أعطى حركية كثيرة للفريق. جميل. وأيضا في تفكير المدرب وفي فكره أنه يزيد من الضغط على الفريق الأردني حتى ربما يخطف الهدف الثالث، لكن حدث ما كان غير متوقعا بالخطأ التغيير الثاني. ربما أيضا هناك ما يتكلم قبل لما كانت النتيجة 2-1
هنا ايضا نشوف تغيير عقلاني لانه جاء في الدقيقه 79. نعم. 79 الفريق متفوق 2-1. طيب. باقي 10 دقائق أراد تأمين منطقة الوسط لأنه الفريق الأردني نوعا ما يعني انطلق الهجوم وليس لديه شيء يخسره. نعم. في الأخير ما عليهم إلا أن يلعبوا الكل في الكل. طيب. من أجل العودة في النتيجة. لذلك فكر المدرب في السيطرة على هذه المنطقة. نعم. ويعني وشل حركة مفاتيح لاعب الفريق الأردني بإدخال اللاعب فرانك كوم يعني كإضافة كلاعب رابع على مستوى استرجاع الكرة في هذه المنطقة اللي نعم. هي نسميها دائما أم المعارك يعني. طيب كابتن حسونة، يعني اليوم ما لاحظت أن في مناطق الفيصلي كان في مساحات مفتوحة ومتاحة لفريق الترجي للتسديد؟ يعني منها الهدف الأول مثلا اللي جاء من تسديدة من خارج المنطقة، كان اللاعب التونسي عنده مساحة كبيرة أنه يسجل الهدف أو يسدد ويأخذ راحته. نعم هو شوف، إذا ما تكلمنا فنيا لا شك أنه من بداية المباراة واضح أنه الترجي التونسي كان أفضل على مجريات المباراة وخاصة في الشوط الأول. وشفنا يعني كان بالنسبة للنادي الفيصلي ما كان مستواهم يرتقي لحتى ما قبل المباريات هاي الأربع مباريات اللي لعبوها في الدور الأول في نصف النهائي. لكن أعتقد أنه ضغط المباراة النهائية وحرص اللاعبين على الفوز كان له دور كبير في الأداء الفني. لكن إذا ما تكلمنا عن نواحي ثانية فعودة الفريق من خلال الشوط الثاني وبعد تأخره بهدفين، وزي ما قال الكابتن خالد إنك ترجع أمام نادي كبير كنادي الترجي، فهذا إنجاز يحسب للاعبين ويحسب للجهاز الفني. صراحة اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وكان بالإمكان أفضل مما كان، وكان من الممكن لولا الأخطاء اللي شفناها أثرت على مجريات اللقاء كان الفيصل يخرج فائزا في البطولة. لكن وبشكل عام أنت بتعرف يا كابتن البطولة بتحمل اسم كبير بهمني وبهمك وبهم الكابتن خالد وحتى الكابتن عبيد، وهي البطولة العربية. ومعروف شو الهدف من البطولة العربية، وهو توطيد العلاقات ما بين الشباب العربي. صحيح. يعني أكيد كان الأحرى بالاتحاد العربي من بداية البطولة، وإحنا أكيد ما بننتقد غير أن نكون يعني للمصلحة العامة. كان بالأحرى بالاتحاد العربي أنه تكون حتى تعليمات البطولة واضحة، لأنه من أسباب نجاح أي بطولة هي التعليمات الصارمة والواضحة يعني. فشوفنا كيف كان لغط كبير من خلال تأهل الفريق في المركز الأول والثاني، ومن ثم قرعة مفتوحة حتى في بعض وسائل الإعلام ومن يعني الإداريين، وسمعنا كثير إنه كانت التعليمات واضحة وموجودة، لكن في يوم وليلة تغيرت هاي التعليمات. ومن ثم كان حتى فيما بعد البطولة القرعة المفتوحة اللي أجراها الاتحاد العربي، أعتقد إنه كان من المفروض إنه معروف مين يلعب بطل المجموعة مع أي من المجموعات الثانية. وفي الأخير بس اسمح لي يا أستاذ عبد الله إني أقول إنه النادي الفيصلي وعلى الاتحاد العربي إنه يأخذ كمان في رأي الأندية كلها، يعني بما إنه هاي البطولة عربية وبتهمنا كلنا، أكيد لازم على الاتحاد العربي إنه يأخذ في رأي الأندية. وكان هناك اعتراض رسمي تقدم من إدارة النادي الفيصلي للاتحاد العربي إنه يصير تغيير في الطاقم التحكيمي. صراحة كمان بطولة مثل هاي بتحمل مكافآت مجزية بشارك فيها أعتى الفرق وأكبر الأندية العربية اسما، أهلي، زمالك، الفيصلي، الترجي التونسي. شفنا بطولة ناجحة جماهيريا، شفنا بطولة كبيرة. بهمنا كعرب إنه فعلا هاي تكمل الأمور وتكون البطولة العربية مفخرة للكل وما ينقصها أي خلل. صحيح. إن شاء الله إحنا بنأمل، وزي ما سمعنا إنه النادي الفيصلي إن شاء الله راح يتقدم بطلب لاستضافة هاي البطولة، وراح نثبت للجميع إنه فعلا إحنا كمان كأردنيين قادرين إنه نستضيف بطولات كبرى وبطولات عربية وعلى أعلى مستوى وتكون ناجحة بكل المقاييس. الأردن مشهود لها يا كابتن، الأردن مشهود لها يعني بالنجاح في استضافة الكثير من اسمح لي أستاذ عبد الله إنه الكابتن خالد تكلم عن الخطأ اللي صار في الهدف الثالث. أعتقد إنه هو لاعب وأنا لاعب، ودائما ما كنا نسمع الحكم يقول سلامة اللاعبين أهم من كل شيء، وكان هناك ضرب واضح على لاعب النادي الفيصلي إبراهيم دلدوم وكان واقع على أرضية الملعب. حتى حكم الساحة كان يتحمل مسؤولية، بالإضافة إلى حكم الراية اللي أعتقد إنه الهدف من تسلل واضح. وإحنا مش خبراء تحكيم، لكن سمعنا وشفنا خبراء التحكيم اللي كلهم أكدوا إنه على الحكم كان الأولى فيه إنه يوقف المباراة، وعلى حكم الراية إنه يرفع الراية لأنه الهدف أجى من تسلل واضح. فأعتقد ومع الاحترام الشديد يعني لطاقم التحكيم ما كان يحكم اليوم. أعتقد إنه طاقم التحكيم كان مشجع اليوم. صراحة اليوم الفيصلي ظلم
ظلم والفيصل انسرقت منه المباراة، وكنا نأمل انه المستوى والجهود الجبارة اللي كانت من خلال البطولة العربية كابتن حسونة يعني اسمح لي اسمح لي كابتن حسونة يعني أنا والله مقدر كعودة للبطولات العربية أكيد صحيح. أنا مقدر تماما يعني الكلام اللي تقوله والروح يعني والروح المميزة اللي ظهرت منك بالحديث عن التحكيم والأخطاء التحكيمية، ولكن يعني الحالات المثيرة للجدل في هذه البطولة كانت ملازمة لكل المباريات. يعني للأسف أنه الحكام في هذه البطولة كان غير مرضي عليهم. اسمح لي نبي نروح للتقرير الآن